السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير في كامل صحة وفي احسن حال. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد وحصري جميل جدا. السمبوسة يا جماعة، السمبوسة ممكن تعملي اللي احنا هنعمله ده بشرايح الجلاش عادي. شايفة الجمال والحلاوة والتسوية في الفرن، ولا قلي ولا تحمير ولا اي بهدلة خالص. شايفة لما نفتح مع بعض واحدة اكيد هتبقى من ايدك احلى واحلى. سريعة جدا، ما بتاخدش وقت خالص، باي مكونات عندك في البيت، باي خلطة موجودة عندك في البيت. يلا تابعي الفيديو بتاعي للاخر. ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وكومنت تحت الفيديو تقولي رأيك ايه في المحتوى بتاعنا وفي قناتنا. هتستفادي جدا. ايه رأيك في الجمال والحلاوة دي؟ جميلة جدا في ايام المدارس ومنجزة للست اللي بتشتغل، وطعم وريحة وحاجة الله اكبر. ممكن تعمليها بالخضار، ما تكلفيش نفسك لا لحمة ولا فراخ ولا كلام من ده خالص. ممكن تعمليها بالسجق، ممكن تعمليها من غير اي حاجة خالص، من ايدك هتبقى احلى. يلا بينا نشاهد الفيديو. اهلا بكم يا حبايب قلبي. يلا بينا نصلي على الرسول عليه افضل مليون صلاه وسلام، ونشوف الخلطه دي عملناها ازاي. طبعا الخلطه دي يا جماعه عباره عن عصاج عادي خالص بالموجود عندك. ممكن تعمليه بخضار صافي. طبعا انا هنا شوحت البصله ونزلت عليها بقرنين فلفل. ما تحطيش فيها توم خالص، يفضل يعني. طبعا ده حسب رغبتك. باي ماده دهنيه بقى موجوده عندك، سمنه، زيت، زبده، سمنه على زيت، اللي موجود عندك. ما تكلفيش نفسك خالص. وبنبشر معانا جزر طبعا وبنخليه على جنب عشان بنضيفه خالص في الاخر، في الاخر خالص، وما بياخدش معانا اي تسويه. تمام. ونظبط التوابل بتاعتنا. بتظبطي التوابل، ولو عندك فلفل الوان بتحطي. انا طبعا الموجود عندي حطيته. تمام. بصل، لحمه مفرومه، وفلفل عادي خالص، وتوابل ملح، كزبره، كمون، فلفل اسود. وهنا لما ضفت اللحمه طبعا وضفت الجزر في الاخر خالص لانه ما بياخدش تسويه. يلا بينا بقى نبدا نلف السمبوسه بتاعتنا ونتعرف عليها. السمبوسه عباره عن ايه؟ عباره عن شرايح زي دي يا جماعه اهيت. طبعا هفكها معاكم واوريها لكم من جوه. شرايح زي شرايح الجلاش بس بتكون سميكه شويه. ولو عملت الوصفه دي بالجلاش هتبقى اجمل. يلا بقى نبدا مع بعض نجهز الصينيه بتاعتنا. صينيه عاديه خالص على حسب كميه السمبوسه اللي انت ناويه تعمليها. طبعا السمبوسه دي وصفه من وصفات رمضان، بتنفع في السحور وبتنفع على الفطار برضو. اولادنا كلهم بيحبوها ومفيش بيت ما بيعملهاش. هنبدا ندهن كده دهان عادي بسمنه، بزيت، بزبده الموجود عندك. بتدهني دهان حلو علشان هي عباره عن عجينه فبتشرب من الدهان ده، فبتعملي دهان مظبوط. بنبدا نحط كده اللحمه بتاعتنا في الطرف كده. شايفه زي ما انت شايفه اهوت. بنبدا ناخد الاول كده طرف المثلث بتاعنا كده، بتعمليها لفه الحجاب. هنعمل واحده واتنين مع بعض وتلاته كمان لغايه ما تعرفي تعمليها وتبقي محترفه فيها. طبعا انا ما بعرفش الفها على حاجه، باخدها كده على ايدي، واي حاجه زياده بتطلع من العجينه باخدها معايا لجوه. بنبدا نلف كده زي ما انت شايفه لفه المثلث يا جماعه. تمام. اي حاجه، اي فتحات معاكي بتدارى طول ما انت ما بتلفيها وبتستخبى معاكي للاخر. بنبدا نضيف كده ونزود اللحمه بتاعتنا عشان تبقى القطع بتاعتنا مليانه بالخلطه، ما تبقاش فاضيه وتبقى لفه على الفاضي. بنظبطها زي ما انت شايفه كده. اي زوايد بخليها جوه طبعا عشان تبقى شكل الحاجه بتاعتنا حلوه. طبعا العين بتاكل يا جماعه قبل البق. تمام. اي حاجه ما تقلقيش منها هتتدارى. بنبدا ناخدها كده، دي اللفه طبعا اللي قبل الاخيره. معانا هنا طبعا خلطه مايونيز على كاتشب على مستردة. الموجود عندك جهزيه. ممكن شويه معلقتين دي على معلقه ميه عادي خالص. بس انا عملت كده ليه؟ لان انا عايزه العجينه بتاعتي تتطعم من الخلطه دي، ففضلت اعمل كاتشب ومايونيز على مستردة. من كل حاجه معلقه معلقه على بعض، وقلبتهم. بعد كده بدات ايه؟ الزق بيهم السمبوسه بتاعتي. يلا بينا نعمل كمان واحده مع بعض. زي ما انت شايفه كده بنحط الخلطه قبل الحرف بشويه، قبل الطرف بشويه. ونبدا ناخد الجنب دوت زي ما انت شايفه اهوت، حرف المثلث، حرف العجينه دوت كده لناحيه وشك، وبنلف كده. تمام. وبتدوسي عليها طبعا عشان تظبطي العجينه بتاعتك وتتفرد جوه في جميع انحاء المثلث. ما بتضغطيش قوي طبعا عشان ما تتقطعش منك. بنبدأ ناخد كده زي ما انت شايفة اهوت. طبعا باخدها على ايدي بس انا هلفها معاكم هنا على الفلانشة بتاعتي. تمام. زي ما انت شايفة بتبدأ تظبطها بايدك زي ما انت شايفة كده، طبطبي عليها وتظبطيها بايدك انت. تمام. بعد كده ببدأ الفها لفة تاني. زي ما انت شايفة اهو الطرف ده كده هيتدارى، ما تقلقيش خالص منه. ولو ما اتدراش مش مهم، مفيش حاجة هتطلع منها.
بنزود طبعا وبنظبط دنيتنا كده تبقى حلوة كده ومسنودة، عشان الحتتين يبقوا مشبعين لأولادنا. طبعا بتنفع في أيام المدارس ومنجزة جدا وما بتاخدش وقت خالص. والخلطة زي ما قلت لك، الكاتشب على المايونيز على المستردة، من كل حاجة معلقة وبنقلبهم وبنبدأ نحطها. طبعا أنا فضلت الخلطة دي لأني هدخل الصينية بتاعة الفرن، لا قلي بقى ولا تحمير ولا استهلاك زيت ولا الكلام ده كله. شايفة ده كله بيتدرى معانا. بنبدأ ناخد من الخلطة اللي أنا قلت لك عليها، وانت اعملي المتوفر عندك. ممكن تحطي معلقة سمنة، لا سوري، معلقة دقيق على معلقة مية وتقلبيهم، وتبدأي تلزقي بيها عادي خالص، وممكن من غير حاجة. تمام. بس انا فضلت الخلطه دي لان اللي هيفضل منها هدهن بيه الصينيه بتاعتي في الاخر. هنعمل كمان واحده مع بعض، عايزاك تبقي محترفه فيها، ركزي معايا كويس. هي مش صعبه خالص، هي جميله جدا وسهله زي ما انت شايفه كده. والصينيه بتاعتك بتدهنيها دهان جيد علشان العجينه دي بتبدا تشرب منها، عشان تاخد الوش التحمير اللي تحت. سهله جدا يا جماعه، واحلى واحلى لما تعمليها في الفرن، ما تقليش في زيت. وتبدا بقى تبهدلي في نفسك وتبهدلي في بوتاجازك وتستهلكي كميه سمنه او زيت كتير. كده موفره جدا وجميله وما بتاخدش وقت في الفرن يا جماعه. تمام كده زي ما انت شايفه. يا دوب بس اللي يلزق معانا الطرف اللي فوق ده. شايفه جميله ازاي وسهله. ونبدا بعد كده ناخد الوش الاخير اهوت ونرصها في الصينيه بتاعتنا لغايه ما نخلص الصينيه بتاعتنا بنفس المنظر. يلا بينا بقى مع بعض اوريك الصينيه بتاعتي بعد ما خلصت. بعد كده باخد بقيه الخلطه اللي هي الكاتشب على المسترد على المايونيز. طبعا لو انا عامله خلطه الدقيق بالميه مش هينفع ان انا ادهن بيها وش الصينيه من فوق. طبعا اللي هدهن بيه ايه بقى؟ بجيب صفار بيضه وبحط عليها معلقه كاتشب وسنه فلفل اسود، فطبيعي بتبقى زفره في الاخر يا جماعه، لكن كده مفيش زفره خالص، وبتبقى جميله قوي قوي. وبتطعمي قطع السمبوسه بتاعتك، وبنبدا ندهنها من فوق ومن تحت. تمام. ونرصها رص جميل في الصينيه بتاعتنا، ونبدا ندخلها الفرن بتاعنا على درجه حراره 120. لو فرن الكهرباء بتبقى فوق وتحت على 120، لو فرن البوتاجاز بتبقى برضو على 100. تمام. وبتشغلي من تحت وبترفعي السلك بتاعك على الرف اللي قبل الاخير، ما بتشغليش الشوايه خالص عشان تبدا تاخد معاكي الوش. ايه رايك في الجمال والحلاوه دي؟ حاجه ممتازه جدا وما خدتش وقت خالص. اعمليها لاولادك. هبدا بقى اخدها من الصينيه بتاعتي وارصها في طبق التقديم، على بال ما تنضفي بيتك او تغسلي مواعينك كان هي خلصت. ايه رايكم في الجمال ده؟ اشوف وشكم في وصفات كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.